السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا جايه لك النهارده انت مخصوص. ايوه انت اللي مبهدله الشقه وقلبها عشان تنضفي تنظيفه العيد. كل سنه وانتم طيبين ويا رب يعود عليكم الايام بخير. بس بالله عليك يا شيخه ما تضيعي يوم عرفه من ايديكي. حاولي ان انت تخلصي كل حاجتك وتفرشي شقتك قبل يوم عرفه، عشان يوم عرفه ده تركزي في العباده وبس. يوم عرفه ما ينفعش تضيعيه من ايديكي خالص. يوم عرفه ده كنز ويوم هديه من ربنا. يوم ربنا بيديهولنا، بيقول لنا الدعاء فيه مستجاب. خير الدعاء هو دعاء يوم عرفه، واحسن الايام في السنه هو يوم عرفه، فما ينفعش نضيعه ابدا من ايدينا. لا، نحاول نظبط دنيتنا كده عشان يوم عرفه نبداه من صلاه الفجر ان شاء الله لحد المغرب. ما نعملش حاجه في حياتنا غير ان احنا ندعي ونصلي ونستغفر ربنا ونتكبر ونعرف نركز في العباده وبس. ده يوم العتق من النار والمغفره. ربنا يجعلنا يا رب من الناس اللي يختارهم، اللي هو ما يعتقكم من النار. عارفين يعني ايه؟ يعني النار هتتحرم علينا، يعني مش هتعرفي تعملي معصيه ابدا. خلاص انت اتكتبتي من الصالحين، اتكتبتي من الناس اللي ممنوعه تدخل النار. فما ينفعش اللي احنا نسيب اليوم ده ونركز في اي حاجه تانية. لا، احنا نسيب اي حاجه تانية او نظبطها قبل اليوم ده، عشان اليوم ده هنخليه بس للعباده وللدعاء. فخير الدعاء هو دعاء يوم عرفه. الدعاء يوم عرفه دعاء مستجاب. يعني ايه؟ يعني انت ممكن لو دعيتي باي حاجه تستجاب في اليوم ده. ما ينفعش ان احنا نضيع اليوم ده في التنظيف، ونضيع اليوم ده اللي ننزل نشتري حاجات للعيال. لا، ظبطوا الدنيا كلها قبل اليوم ده. خير الدعاء فهو دعاء يوم عرفه. ينفع ربنا يقولك اليوم ده انا هبقى نازل فيه بالنهار وسمعك وتسيبيه كده وتمشي؟ لا، ده انت ان شاء الله باذن الله من بعد صلاه الفجر كده تصلي الفجر، تقعدي تقري قران شويه لحد الشروق، هتتحسب لك حجه وعمره ان شاء الله. تريحي شويه وبعد كده بقى تظبطي حياتك. تيجي من عند صلاه العصر لحد المغرب، اقعدي بقى اعملي قاعده كده على سجادتك وما تقوميش منها. سيبي بقى اللي ينادي اللي يعمل، سيبك منهم. اليوم ده هتركزي بس في الدعاء. ادعي لنفسك، ادعي لولادك، ادعي لزوجك، ادعي لبيتك، ادعي لكل اهلك، لحبايبك. اليوم ده بجد في ناس كتير جدا دعت فيه ودعاء استجاب بسبب يوم عرفه. من بالنسبه للامهات اللي عندهم اطفال صغيره، طب انا هعمل ايه في ولادي؟ هقعد ازاي؟ انا هقول لك حاجه حلوه قوي. هاتي ولادك جنبك وعلميهم ان اليوم ده يوم مميز، اليوم ده جميل جدا، وخليهم يبصوا للسما كده وقولي لهم اليوم ده ربنا بيبقى سامعنا ونازل عشان يستجيب لنا. تعالى انت نفسك تجيب ايه؟ نفسك في ايه؟ هيقول لك في لعبه، هيقول لك في سكوتر، هيقول لك مش عارفه في ايه. قول له خلاص ارفع ايدك كده للسما وادعي ربنا جنبي هنا. ادعي له وقول له يا رب انا عايز كذا وربنا هيجيبه لك. علمي ولادك من دلوقتي ان هم يدعوا ربنا بس. علمي ولادك ان ربنا موجود، وان ربنا في حياتنا، وان ربنا هو اللي بيجيب لنا كل حاجه. ربنا هو اللي بيرزق بابا عشان يجيب لنا. لما تبني الحته دي في ولادك من دلوقتي هيكبروا عليها. علميهم وشوفيه وخليهم يشوفوكي وانت بتصلي وانت بتدعي ربنا وانت بتستغفري ربنا. خليهم يشوفوكي في كل حالات العباده. ما تخليهمش يشوفوكي بس وانت بتزعلهم عشان تذاكري لهم وبتعملي لهم وتلبسيهم كويس. كل دي حاجات حلوه، بس برضو لازم نخلي اولادنا ونبني جواهم حبهم لربنا. لكم حاجه مهمه جدا، بالله عليك لو وصلت معايا لحد دلوقتي يا ريت تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه وتصلوا على النبي في كومنت. ابني بيفرح بالحاجات دي او بيتابعها، يا ريت ما تكسفوش.